بين أضواء النجومية وهدأة النصوص وتلقي المشاهدين، فنان يخلق مشهدية مفتوحة على الرعب والجمال، على العاطفة والقسوة، على التناقض والتمزق، على العذاب حد العذوبة، عبر أدواره التاريخية والمعاصرة. يبدع بهيئته السادية العسكرية تارة، المحبة والضعيفة تارة أخرى، محير في أدائه كحيرتنا أمام النفس البشرية، من انتظار أليسار ونكون أو لا نكون، ورسول من قرية تميرة للاستفهام حول مسألة الحرب والسلام في المسرح، إلى حادثة النصف متر والترحال في السينما، وصولا إلى أكثر من 50 عملا دراميا في التلفزيون، رحلة صعود لنجم سيرافق ظهوره ظهور الدراما السورية ونجوميتها العربية. في رصيده الفني عناوين مثيرة للانتباه والخيال معا، من أحلام منتصف الليل، البركان، عز الدين القسام، ودكان الدنيا، وصولا إلى خان الحرير، العبابيد، الموت القادم إلى الشرق، ومن ثم التألق في الكواسر، الفوارس، والزير سالم، وأخيرا نزار قباني ورسائل الحب والحرب. ورغم أن أدوار القسوة وأحيانا الشر ميزت أعماله الدرامية، فقد لعب ضيفي على مدار ربع قرن من مسيرته الفنية أدوارا متنوعة برزت معها موهبته الرفيعة في فن التمثيل، وقدراته غير المحدودة في تمثل الشخصيات المختلفة وابتكار أعماق لها ترك عليها طبعته الشخصية. لم يعد لدي شك في أنكم عرفتم من هو ضيف هذه الأمسية. ضيفنا الليلة النجم العربي الكبير المبدع سلوم حداد. يا هلا فيك معنا. سعد مساكي. ما بعرف إذا بستاهل هذا الكلام. يعني الحمد لله نحن عملنا واشتغلنا وعملنا جهدنا وكان في عنا قيمة ما، هدف ما كنا نسعى باتجاهه، بس هيك كثير والله بتقدم لنا أشياء كثير حلوة ورح نمرق معك. بداية احنا بننطلق من طريق الحرير حلب. شو بك؟ لا عادي. دمعت عيونك. ايه طبعا، لانه حكي كبير، ان شاء الله يكون بيستاهلوا. والله بتستحق، وهي المرة الثانية اللي احنا بنستضيفك في برنامج نلتقي، واحنا يشرفنا. آخر مرة بتصور نلتقي لأنه بدي أعتزل الفن. ليه بدك تعتزل؟ ليه؟ يعني واحد بيفتح مجال للآخرين ليتقدموا ويبدعوا وينجزوا ويضيفوا شيء للمشهد الثقافي والدرامي والفني والإنساني والحضاري لهي البلد. بهمتكم وبحضوركم أيضا، يعني كلها بتكاتف جهود الكل بكل الأجيال. يعني احنا بإذن الله يعني على الأقل أنا يعني بحكي عن نفسي، أنا ما بقصر تجاه أي موهبة واعدة أو غير واعدة، لأنه الزمن